ورجعنا لكم سريعا واهلا وسهلا بكل المتابعين معنا. اليوم درسنا درس كتير سهل ودرس كتير جميل عن كيفية تحديث تعريفات اللابتوب بكل سهولة وبسرعة، وما في داعي تدور فيه على المواقع، وكل تحديث وكل تعريف تفوت على الموقع تبعه. عن هالبرنامج هاد طبعا بدنا نشرح اليوم. هو بيعطيك كل التعريفات القديمة في جهازك واللي بدها تحديث. طبعا في عنا كتير برامج تتطلب منا انه نحدث تعريفات اللابتوب او جهاز الكمبيوتر كل فترة وفترة، لذلك هالبرنامج لازم على طول يكون موجود كل فترة وفترة تستخدمه مشان تحدث فيه تعريفات اللابتوب. طبعا راح اترك رابط تحميل البرنامج باسفل الفيديو. مجرد ما ندخل على الرابط اسفل الفيديو بده ياخذنا على صفحة تحميل البرنامج. بنضغط على تحميل الآن. مجرد ما ضغطنا على تحميل الآن طبعا الرابط راح ياخذك على هالصفحة هي. نضغط تحميل الآن. حجم البرنامج مثل ما قلنا حجمه كتير صغير 17 ميجا، وطبعا هي نسخة مجانية. طبعا انا محمل البرنامج ما راح احمله، بس حبيت افرجيكم كيف بيتم التحميل. طبعا قبل ما يوديك على هالصفحة هي بده يوديك على صفحة خاصة بالإعلان. تضغط أنا على المربع داخل الصفحة، أنا لست روبوت، وبتتابع الشيء المطلوب منك لياخدك على صفحة التحميل. طبعا أنا محمل البرنامج من قبل ومثبته. طبعا تثبيت البرنامج بالطريقة الاعتيادية نيكست 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 لبين ما تثبت البرنامج وبتظهر عندك أيقونة على سطح المكتب. بعد ما ظهرت عندك أيقونة سطح المكتب تفتح البرنامج. طبعا إذا كنت عم تستخدمه أول مرة بيعطيك جاري البحث عن التحديثات أو الأجهزة اللي بدها تحديث. طبعا أنا يعني منزله من قبل، ما طلب مني هالشيء هذا. بعد ما يخلص جاري البحث بيعطيك التعريفات اللي عندك قديمة أو بدها تحديث. طبعا أنا هلق عندي 3 تعريفات عم يطلب مني إنه بدهم تحديث. راح نجرب طبعا أي واحد منهم لا على التعيين، راح نعطيه تحديث. طبعا عم يطلب منك إنه هون في بنسخة البرو إنه فيها خيارات أحسن. طبعا نحن عم نستخدم النسخة المجانية، ما بيهمنا شيء هذا، بنطلع منها وبنستنى بيعطينا جاري التحميل. طبعا حجم التحديث هو 2 ميجا والتحميل فيه كتير سريع. طبعا شيء بتوقف على سرعة الانترنت عندك. وطبعا مجرد ما انه يحمل التحديث فورا البرنامج هو اللي بيثبت، وما في داعي انه انت تثبت البرنامج، هو بشكل تلقائي. لاحظ خلص التحميل وهلا عم بيعطيه التثبيت. بهالطريقة هي بيكون ثبت معنا البرنامج، ثبت معنا تحديث اليو اس بي وصار عندي محدث بشكل تلقائي. ويفضل بعد كل تحديثه، بعد ما خلصت البرامج كلها تحدثتها كلها، تطفي جهاز اللابتوب عندك وترجع تشغله. بيكون هيك بتعرف على التحديث بشكل احسن وبشكل اضبط. واي شيء ما فهمتوا من هذا درسنا اليوم طبعا اتركوا تعليقاتكم باسفل الفيديو وان شاء الله بنرد عليها. واي استفسار انا موجود وبرد على استفساراتكم فورا. وبتمنى يكون درس اليوم سهل وتكون استفدتوا منه، وشكرا لكم وليلة سعيدة.